عبر تقنية الاتصال المرئي حل الأمر مبدئياً كخطوة أولى لإيجاد الحل النهائي. تمثل ذلك في جلسة محاكمة لمحكمة غرب دمار في سابقة هي الأولى من نوعها في اليمن. تم اليوم بمحكمة غرب دمار الابتدائية البدء بمشروع عقد الجلسات عن بعد عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة، وذلك من أجل تحقيق مبادئ هامة من المبادئ التقاضي، وخاصة مع ما تشهده المحاكم من ازدحام في القضايا وتأخير الفصل فيها وحسمها، وهو عقد جلسات في حال عدم تمكن أحد الأطراف من الحضور إلى المحكمة بشخصه وكونه متواجد في مكان خارج إقليم الدولة، وذلك بعقد الجلسة عن بعد عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة الإنترنت أو التطبيقات عبر التطبيقات المناسبة لذلك، بدائرة مغلقة يحضر فيها الأطراف ويتم التحقق فيها من الأشخاص وفقا للطرق القانونية واستكمال الإجراءات بموجب ذلك تحقيقا للعدالة الناجزة، ولكي تتم سرعة الفصل في القضايا بناء على إجراءات مسهلة ومبسطة كبديل عن التطويل وعن التكاليف التي قد تكون باهظة على الأطراف لتحقيق مثل تلك الإجراءات والتي كانت تستغرق فترة وجهد وتكاليف باهظة. وهذا ما نأمل أن نطوره ونحدثه ليكون أكثر سهولة وأكثر يسر وتحتذي به بقى المحاكم الأخرى، مع العلم أنه بدأت بعض المحاكم باستخدامه. تطبيقات الاتصال بالصوت والصورة في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتطورة ساهمت في حل الكثير من الأمور بعيداً عن التفاصيل التقليدية، واستخدامها في القضاء اليمني لأول مرة يهدف إلى الارتقاء بالخدمات القضائية والحد من إجراءات تطويل التقاضي وتأخير إصدار الأحكام. تم عقد جلسة عن بعد، وذلك تنفيذ توجيهات تثبيت العدالة الناجزة للمواطنين. تم عقد جلسة عن بعد عن طريق الإنترنت، وهذا تعتبر سابقة قضائية وتبعد المواطنين وتكبدهم عن الخسائر التي تحدث في مثل هذا الظروف. تم إطلاق الخدمة من خلال الجلسة الاستثنائية التي قررتها المحكمة نظراً لتواجد المدعى عليه خارج اليمن وعدم قدرته على العودة حالياً لحضور الجلسة، حيث قام المدعي بالتعريف بالمدعى عليه من خلال مشاهدة صورته وسماع صوته، وعليه تم حسم النزاع في القضية التي كانت قد تحتاج لسنوات في حال عدم قدرة المدعى عليه حضور الجلسات. اليوم تم عقد جلسة عبر النت بواسطة تطبيق جوجل ميت في قضية المدعي المتظلم عبد القادر يحيى المغربي وأخيه يحيى بن يحيى المغربي، وتم التواصل بالمتظلم ضده عبد القادر المغربي إلى المملكة العربية السعودية بواسطة البرنامج، وتم أخذ اليمين منه. تم إجراء أول جلسة عن بعد عبر نظام القضاء الإلكتروني، وتم التواصل مع المتظلم ضده المقيم في المملكة العربية السعودية، وتم إنهاء القضية بناء على ذلك. عادة ما يصدر القرار فورا نهاية الجلسة المرئية، وقد يؤجل لآخرها لدراسة الملف، مع استخدام إجراءات قد تتطور لاحقا في طريقة استخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بعد لحضور الجلسات. ولا خلاف في طريقة أداء المهمة طالما والعدالة هدف محقق.